ألسنا أحق بقلب سعيد، أما آن للروح أن تستعيد عهدا جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جالكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى ان يعجبكم. اول حاجة كده قبل ما نبدأ الفيديو، متنسيش تحط لايك للفيديو، تشتركي في القناة لو لسه مشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده المنظر مأساوي حرفيا. الرخامة كانت عندي عليها حاجات كتيرة جدا، فقلت بقى مادام هعملها اصور معاكم لان مصورتش بقالي حبة يعني حلوين. هنا بقى كنت جايبة مناديل المطبخ اللي هي فاميليا، صح تقريبا يعني. المهم، فهنا كده بقى ببتدي اشيل كل حاجة وارجعها مكانها. دي المنظمات دي انا عاملاها للاطباق، بحطها في الدولاب بالشكل ده بحيث ان هي ما تاخدش مساحة، وفي نفس الوقت يعني بتبقى منظمة اكتر وشكلها حلو قوي. يعني انا بفكر اجيب كذا منظم من المنظمات دي تاني، لان الاطباق عندي حاساها مبقتش تاخدها، يعني في اطباق بتبقى زيادة يعني. المهم هنا بقى كان جالي دونتس واللي هو حبة البسكوت اللي انا البوتفور اللي انا كنت عاملاه معاكم، قلت انقلهم في العلبة دي بحيث ان برضو ما ياخدش مكان ولا مساحة، لان العلبة اللي انا حاطة فيها دي اللي هي بتبقى حافظة التورت كبيرة، فبتاخد مساحة قوي على الرخامة. فقلت بقى لا اشيلهم، يعني هما مش كتار، يعني ما شاء الله احنا كلهم كلهم ما عدا يعني كام حبة. فقلت انقلهم في علبة الدونتس بحيث ان هما ما ياخدوش مكان، وزي ما قلت لكم عشان بس الحافظة كبيرة قوي. هنا بقى كان عندي فلفل اسود كنت عايزة احطه في العلب بتاعته، فببتدي كده اظبط الدنيا لان علب التوابل اصلا عندي كذا نوع من التوابل اصلا خلصانين، فالفلفل الاسود جبت حبة. وكان عندي كان عندي كمون في الضلفة وكان تايه مني، فلقيته بقى وقلت برضو ارجعه واحطه في العلبة بتاعته. انا كنت بوريكم حاجة بس مش عارفة بصراحة انا كنت بوريكم ايه لحد دلوقتي، مش عارفة، بس انا كنت بوريكم حاجة يعني. المهم في الوقت ده انا كنت بنظم، بس الكاميرا ما كانتش جاية على الجزء اللي هو جوه ده، كنت بنظم اللي هو الجزء اللي جنب الفرن برتب انا الحاجات اللي فيه وكده. وده براد اللي هو البايركس ده لقيته كده عليه تقريبا جاي عليه دقيق او حاجة، فاخدته اغسله وبعد كده ارجعه مكانه لانه كان على الرخامة برضو. انا بقى كنت بفكر ان انقل اسمهم ايه اللي هي الاطقم دي اللي هي بتاعة التوزيع، قلت انقلها في الجزء اللي هو جنب الكاتل. بس بعد كده غيرت رأيي وحطيت محضر الطعام ده او الخلاط او ايا يكن، حطيته يعني في الجزء ده، لان انا الفترة دي بستخدمه كتير، لان لقيت فيه فعلا كذا اوبشن او كذا يعني مش عارفة كذا يعني حاجة ينفع اعملها بيه زي مثلا الكيكة والحاجات دي. فانا بصراحة ما كنتش بقلب فيه اصلا في الاول ولا كنت مهتمة بيه، كنت بستخدم الكبة اكتر والهاند بلندر. بس قلت مادام خلاص بقى يعني ينفع استخدم فيه كذا حاجة وانا خلاص قعدت بقى واكتشفت الحاجات اللي فيه وكده ان هو بيجي معاه ادوات كتيرة جدا. بس فقلت بقى خلاص هخليه على الرخام عشان استخدمه. انا طبعا الرخامة اتبهدلت جدا جدا والستيكر بتاعها خلاص طلع منها، فان شاء الله باذن الله هجدده يعني، بس يعني شويه، بس ان شاء الله يعني الفتره دي ناويه ان اجدده، لان انا كل فتره اصلا بجدد الستيكر وما بخليهوش يوصل للحاله دي اول مره اسيبه على الرخامه يعني كده. ده بقاله يعني حبه حلوين يعني شهور على الرخام وما بيحصلوش، يعني شايفين الاماكن دي الستيكر عليها جديد ولا كأنه في اي حاجة، بس من قدام كده زي ما انتوا شفتوا متشال منه اجزاء، لان تقريبا بقى مثلا من حطوا الحاجات دي فطلع بس بصراحة يعني هو بيقعد فترة كويسة لو حد يعني حابب يجيبه. شكله حلو جدا، شكله عامل زي الرخام، فحلو جدا 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 لو انتي
حابة تغيري شكل الرخامة بتاعتك. انا عن نفسي خلاص مبقتش اقدر استغنى يعني عنه، اللي هو كل فترة بغيره وبجدده عادي. هنا بقى الفرن الكهرباء كنت حابة يعني انضفه معاكم. انا مبعملش حاجة غير ان الفوطة بتبقى مبلولة كده وببتدي انضفها، وغسلت الصينية وغسلت اسمها ايه، الشبكة، ومسحتهم كويس طبعا قبل ما ادخلهم. وهنا بقى ببتدي ألمع الإزاز والحاجات دي كلها بفوطة، لا مش بفوطة، بمناديل مطبخ. فهلمع بقى الإزاز زي ما انتوا شايفين كده. هو ما خدش مني أي وقت، لأن الحاجات دي لو انتي ايدك فيها أول بأول مش هيجرالها أي حاجة خالص. فالأدوات دلوقتي يعني الأجهزة دلوقتي غالية أوي أوي، فأي حد معاه جهاز المفروض انه يحافظ عليه، لأن فعلا حاجات أسعارها غالية أوي. هنا بقى الحاجة اللي قدرت استغنى عنها هستغنى عنها ازاي. البرسيل الجل اللي انا بجيبه للغسالة، لقيت منه سايب يعني سايب، بدل ما تجيب العلبة لوحدها يعني. العلبة زي اللي انا جايباها دي، انا كنت بستخدم تايد وبرسيل، والاتنين اسعارهم طبعا معدين حاليا. فقلت خلاص انا هجيب برسيل سايب هجربه واشوفه حلو ولا لا، وبصراحة هو طلع حلو جدا. الكيلو منه كان عامل 6 جنيه او 6 جنيه الكيلو. فحلو جدا جدا، وانا استخدمته وشايفاه ان هو كويس بصراحة. بس انا غسلتي فوق اوتوماتيك مش اوتوماتيك كامل، يعني الاوتوماتيك الكامل تقريبا بيبقى البرسيل بتاعه مخصص، انما بتاعتي فوق اوتوماتيك اللي هي الباب من فوق. فبصراحة الحاجة اللي الواحد هيقدر انه يستغنى عنها الفترة دي يعني، او مش يستغنى عنها، انه يبدلها بحاجة برضو كويسة، يعمل كده من غير طبعا اي كلام. فانا قلت بصراحة اجيب برسيل، وجبت فانيش سايب بس ما طلعش حلو. البرسيل هو اللي طلع حلو، الفانيش لا. فهو طلع حلو. هنا بقى كان جايلي حاجات، ده طقم كده اللي هو بتاع الشوربة. هنا هوريكم شكله، بس هنا كنت بشوف الاتنين اللي تحت شكل نفس الشكل الاتنين اللي فوق ولا لا. فده كده شكله، هو شكله ابيض وعليه كده ورود حلو قوي، شكله حلو قوي. هو مش دايره يعني، هو شكله كده يعني بزاوية شوية، بس حلو جدا جدا جدا، وحجمه مش كبير، فحلو قوي. سبحان الله، انا عندي الطقم بتاعي واحد منه اتكسر، فجالي ده بقى. كان يعني هو المفروض بيبقى 4، فواحد اتكسر كانوا 3. فبرضه بس انا بصراحة مش هطلع ده، يعني انا هشيله. لو جاله ضيوف او كده ممكن اطلع الاشكال دي. وانا كمان عندي اللي هو اللي هي بقى الاشكال التانية اللي هي بتاع الصيني والحاجات دي، بس دول شكلهم عجبوني قوي، لونهم ابيض. فينفع لو انتي يعني لو انا عندي ضيوف او كده احطهم مثلا كاطباق شوربة فمع الطقم الابيض اللي عندي. المهم، ودي كده كاسات اللي هي بقى بتحط فيها كنافة بقى بالمانجا والحاجات دي، ليها شكل الوردة، شكلها حلو قوي. دي انا اطلعها دلوقتي وهحطها في المطبخ، لان ان شاء الله استخدمها. فحلوة جدا جدا جدا. هنا بقى ده مدق كده بس خشب، انا اللي عندي هوريهولكم دلوقتي. هو خامته اللي هو زي البلاستيك كده من فوق، ومن تحت بيكون فبصراحة الخشب حاساه احسن من ده، يعني ده صعب جدا. ده انا مبحبوش خالص، فبالنسبة لي الخشب حاجة حلوة جدا وسهلة عن التاني ده طبعا اللي هو بتاع البفتيك والحاجات دي. فالخشب بالنسبة لي افضل. فانا برضو ده هستخدمه، يعني الحاجة اللي بستخدمها بحطها في مكان يعني يكون قدامي وكده، بحيث اني استخدمها. الحاجة اللي كده بشيلها. ده كده انتوا شفتوه في اول الفيديو، زي صينية كده صغننة خالص. بحب الصواني دي جدا جدا جدا، حلوة قوي قوي. ودي كنكه كده جرانيت. انا ما عنديش جرانيت يعني كانت جرانيت وكده. فحلوه جدا للقهوه بقى والحاجات دي. اللبن ما انصحش بيها، ان انا مبحبش اللبن، بحسه انه في الحاجات يعني في الجرانيت والتيفال والحاجات دي لما تيجي تغسليه بيبقى صعب قوي. فطبعا الألموني احسن في اللبن والحاجات دي، والستانلس برضو. انما دي حلوه قوي، انا كنت بوريكم اسمها، حلوة جدا وخامتها حلوة قوي قوي، وحجمها كويس، يعني يشيل كذا فنجان مثلا قهوة.
حلوة جدا. بعشق الخشبيات، بحبها قوي قوي قوي. الصينية دي خشب، حلوة جدا جدا جدا. من الحاجات اللي أنا بحبها، بحب الخشب قوي قوي. آه شكلها حلو كده، شكلها حلو كده. شكلها حلو قوي. سمكها حلو عن اللي هي اللي عندي. أنا عندي اللي هي الشكل ده، بس دي مش نفس الخشب اللي هو بتاع الصينية اللي جاتلي. فدي خشبها طبعا افضل بكتير جدا. المفروض لما تيجي تختاري الحاجات دي متختاريش اللي هي بيكون فيها فروقات قوي دي، لان بيبقى الخشب بتاعها سهل انه يتكسر، انما اللي جاتلي دي خشب خشب يعني، فحلوة جدا. هشيلها استخدمها ان شاء الله بعدين. هنا بقى طلعت الكاسات دي عشان كنت هشيلها زي ما قلتلكم، هتبقى قدامي لان انا حابة استخدمها. فهبتدي كده اشوف لهم مكان، يعني بحيث ان زي ما قلتلكم يكون الحاجة قدامي. شكلهم حلو قوي، حاسه ان هما لما يتحط فيهم بقى جيلي او حاجات من دي تبقى شكلها حلو جدا. هنا حطيتهم بالشكل ده. ده كده الرصة. حاولت بقى يعني اشيل حاجات وكده عشان احطهم، لان الجزء ده صغير يعني مش كبير قوي، بس حلو ان هو بيشيل عندي الكاسات والحاجات دي اللي هي بستخدمها يعني. هنا بقى عملت رز. كنت هعمل اسمها ايه، كنت هعمل فتة. حطيت هنا بقى السمنة، وهنا ده توم متفرز. عايزة اقولكم التوم اللي متفرز في الفريزر احسن بكتير من اللي في التلاجة. انا جربت الاتنين، اللي في التلاجة ما كانش حلو خالص، كنت عاملاه معاكم بصراحة ما كانش حلو نهائي. انما اللي استخدمته ده حلو جدا جدا. بتفرميه برضو وبتحطي له مادة حافظة. تحطي له مادة حافظة زيت وملح، حلو قوي. فهنا بقى حطيت السمنة، وبعد كده حطيت الثوم والخل، وبعدين حطيت الطماطم. وده كده شكلها، وحمصت بقى عيش في الفرن. كانت تحفة تحفة تحفة. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم. لو عجبك ما تنسيش تعملي